السلام عليكم، اهلا مرحبا. الزول في اللون، الرابطه المحترفه، الجوله الرابعه. قمه في بجايه بين الرائد اولمبيك اقبو بسبع نقاط لحد انتصارين وتعادل يستقبل بطل الجزائر الموسم الفارط مولوديه الجزائر. اولمبيك اقبو في افضل حالاته النفسيه والبدنيه، ومولوديه الجزائر تعادل في الدربي امام اتحاد العاصمه يبحث عن اول انتصار له هذا الموسم. صعب جدا ان تحكم على المولوديه في مباراه فقط الى حد الآن، ولكن ننتظر مباراة مثيرة وننتظر لعب مفتوح، وكل فريق سيلعب من أجل النقاط الثلاث حتما. قمة في الشرق الجزائري بين الوفاق الصيفي والنادي الرياضي القسنطيني. الوفاق لا يفوز ولا ينهزم ولا يقنع في بداية الموسم، بينما النادي الرياضي القسنطيني رغم التعثر في مستغانم استرجع الثقة في النفس، استرجع التوازن بعد الإطاحة بالرائد مستقبل الرويسات. مع تواجد ديب في أفضل حالاته، الغول إضافة حقيقية، سيلعب من أجل الفوز أمام وفاق الصيفي يريد أول انتصار له هذا الموسم. القمة الثالثة في هذه الجولة الكلاسيكية طبعا بين مولودية وهران وشبيبة القبائل. شبيبة القبائل بعد التعثر بميدانها أمام أولمبيك أقبو مجبر على التضارب. مولودية وهران تعثرت مع مستغانم بميدانها في آخر جولة، تريد الفوز هذا الموسم. بين هذا وذاك ننتظر الكثير من الإثارة والسسبنس. هذه هي ثلاث مباريات التي تحظى باهتمام كبير، إضافة إلى مباريات ترجي مستغانم مستقبل الرويسات، نجم بن عكنون أتلتيك بارادو، جماعة شلف مولد البيض، شباب الوزداد، شبيبة الثورة، اتحاد الجزائر، اتحاد خشلة.